يا مساء الخير بنات، شلونكم؟ رجعنا وياكم بفيديو جديد. اليوم مثل ما تعرفون يوم الخميس، وأنا إن شاء الله بإذن الله نويت أصوم كل اثنين وخميس من رجب. فاليوم تعرفون الصايم مثل تتنسى. اشتريت روبيان فرحنا السوق، اشترينا روبيان مثل ما شفتوا بداية الفيديو، وجبنا شبنت وجبنا خضرة وجبنا بهارات وجبنا لهانة. قلت أراويكم شنو جبنا من السوق للفطور. فاشتهيت ربيان، قلت لازم أسوي ربيان اليوم. وشوفوا الفلفل هم شفته اشتهينا الفلفل حار، وجبنا لهانة. هسه راح نبدي بالربيان. نظفته كله زين وغسلته كله زين، راح أسلقه. حطيت له ورق غار، وراح أخلي له كركم، وأخلي له بهارات كاري، وأخلي له فلفل أسود وشوي كمون، وأخليه ينسلق على النار لمن يستوي. طبعا بنات، هاي الطريقة هسه اللي راح اسويها بيها كلش طعمه يصير طيب، جربوها وما تتندمون، طعمه كلش طيب. هسه المهم راح ضفنا البهارات مثل ما قلت لكم، وراح نسلقه. وقبل كل شي، قبل لا ابدي مثل ما تعودت علي، اغسل التمن وانقعه قبل لا ابدي اطبخ، على مود لما اريد اطبخه ناقع تماما. يجي تحسون من تنقعونه بنات، تحسون التمن مريش يخبل، يعني من ينطبخ يصير حباته متناثرة. هنا أنا راح أسوي مرقة حمص اللي ما ياكلون الربيان، طبعا بس أنا أكله. عندي لحم سلقته ويا الحمص، وهاي اللحم طلعته بعد ما استوى، مستوي بصل، حطيت له بهارات، وراح أخلي عليه المعجون. انتظر المعجون 5 دقايق هيك ينحمس عدل، وأضيف الحمص عليه. وهسه عندي بنات البصل قطعت الشرائح، وراح أخليه على النار بدون لا زيت ولا أي إضافة، يتكرمل لما يصير لونه مثل ما تشوفون. هسه طلع لكم الفيديو لما ما يصير لونه بهذا الشكل. ايش قلت لكم؟ بدون لا زيت ولا شي، بس تطبخونه ماي كل شوية. وهسه بعد ما وصلنا لهاي المرحلة راح أضيف عليه الشبنت، وأضيف له الزيت أو الدهن، ونضيف عليه الروبيان. وراح أحمسن حمسة كلش زينة. وهسه بنات، هاي مثل ما شفتوا الشعرية راح أخليها على النار. احنا يعني بطريقتنا انه نخلي له شعرية تصير كلش طيب. راح أخلي الشعرية تصير لونها أحمر، وأخلي لها ماي وأخليها تستوي، وبالنهاية الله أضيفها عليه بعد ما يستوي الحشو كلش. عندي هسه راح أخلي له نوم بصرة مطحون، لازم مطحون ضروري، وأبرش عليه فصين ثوم، وأخلي له رشة كركم ورشة بهارات كاري ورشة فلفل أسود ورشة ملح. أخلطه كل زين، أخلطهن وأخليه شوي استوي. بعد أشوفه استوى وأطفي. بنات، مثل ما تعرفون إن شاء الله شهر رمضان قرب، فنويت إنه يعني بإذن الله أنزل تحفيزات رمضانية، مثل تفريزات أو تنظيف البيت وتعزيل البيت وتعزيل المطبخ، تعزيل الكاونترات. هاي كلها إن شاء الله راح أشاركها وياكم، بس أريد من عندكم يعني تشجعوني بلايك، بتعليق، مشاركات القناتي. إن شاء الله راح أنزل لكم أكبر وجبة تفريزات، مثل الكبة، السمبوسة، الفطائر. إن شاء الله كلها أشاركها وياكم، بس أريد من عندكم تعليقات ولايكات، حتى يعني شوي يصير لي واهس. وإن شاء الله ما أقصر عنكم، أنزل لكم هواي شغلات تستفادون من عندها. الله يبلغنا رمضان إن شاء الله، ويبلغكم لا فاقد ولا مفقود يا الله، ويعود علينا وعليكم إن شاء الله. هسه مثل ما شفتوا ضفت عليه البهارات، وضفت نوم بصرة، وراح نحمسه حمسة كل زينة. وهناك أنا حاطة الشعرية لمن تستوي. شوفوا هاي الشعرية بعد ما استوت بنات. هسه راح أضيفها على الحشو مالتنا، وأخلطها خلطة كل زينة، وأضيف له ملح وأطفي.
هسه راح نطبخ التمن. عندي هنا بصل راح امسه بالزيت، واضيف عليه البهارات. هاي البهارات بنات كركم وبهارات كاري وفلفل اسود وكمون وشوي من بصرة مطحون. هاي كلها ضفتها للتمن. راح امس التمن حاسة زينة واضيف عليه الماي. وهسه بنات راح انظف وياكم هذه باقة الحلبة اشتهيتها يعني شكلها يشهي. واخلي وياها الفلفل وانقعهن بماي. ومن بعدها نروح للزلاطة. بنات منو مثلي انا ما استغني عن الزلاطة سواء بالفطور او بالغداء. كلش ما استغني عنها، احبها يعني ويا الاكل، افضلها اكثر من الطرش. وهسه راح نثرم زلاطتنا بسرعة وياكم. لهانة وطماطة وخيار وكرفس وطماطة. وهسه من بعد ما استوى التمن بنات شوفوا راح نصب وياكم الفطور. شوفوا التمن بنات ريحته كلش طيبة. نسيت خليت التمن هي البنات. وهسه راح نخلي الحشو فوق. وهذا المطبق الربيان مالتنا بنات شكله يشهي وريحته يشهي وطعمه كلش طيب. انصحكم تجربون الطريقة. وهسه اذن راح نصب لنا قلاص عصير من البصرة. وهذا فطورنا والله يتقبل مني ومنكم ان شاء الله. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوني باللايك والاشتراك. مع الف سلامة.